بقى هو علشان جيت يوم لقيتني مش طبخة تبقى خلاص الدنيا فرغت؟ يا ستي ربنا يهديكي، خلينا ناكل اللقمة براحة. يا ناس حتى الأكل الواحد مش قادر ياكله، لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة. كل وانت ساكت احسن لك يا عبد السلام، كل وانت ساكت. أكل إيه يا ست أنيسة؟ أكل إيه يا أم سمير؟ أنت عارفة إني بحب العدس، عارفة إني بطيء الجبنة، عارفة إني بقدر على الزيتون. يا اخويا وانا هعمل ايه؟ والنبي كنت عاوزه اطبخ وشاريه خضار من بدري، وانا عارفه انك واخد شربه امبارح، والنبي وحياتك كنت هطبخ. طب وإيه اللي حاشك؟ إيه اللي منعك؟ اللهم اجعله خير يا رب. انت عارف يا ابو سمير الجماعه اللي ساكنين في اول الشارع، عيلة سي محمد عبد الرافع، مالهم؟ حصل لهم إيه؟ اشتروا اللحمة اللي في السوق كلها؟ يا اخويا ده ما كانش يوم الواحد يقدر يقضيه باي حاجه. تعرف من الساعة كام؟ من الساعة 9 الصبح يا ابو سمير جت الست الكبيرة وبنتها عدلات وخالة العريس وياهم. عريس؟ عريس مين يا ام سمير؟ بنتك سعدية يا عبد السلام، جايين يخطبوها لابنهم وفيق. ايه؟ بنت سعدية اللي عندها 16 سنة تتجوز دلوقتي؟ ودي الطبخة الحلوة اللي انت موضبها لي؟ طبخة؟ انت بتقول ايه يا ابو سمير؟ بقى انا كنت هقدر اطبخ يوم خطوبة سعدية؟ اوان بقت خطوبة في ساعتها كده. هاتي ناوليني. عاوز ايه يا ابو سمير؟ اجيب ايه بس؟ مية. الاكل وقف في زوري تاني، اسقيني بسرعة عاوز اشرب. على مهلك على مهلك. على مهلي